تعالوا يا حلوين نعمل مع بعض فطير الملاك اللي هو المفروض يتعمل الايام دي من غير اي تعقيد، وهينجح معاكي جدا وبابسط مقادير، وهتلاقي المقادير كلها عندك في البيت. وانا واثقه اول ما هتشوف الفيديو هتقومي تجربيه على طول. يلا بقى اعملوا لايك عشان اللايك بتاعكم بيفرق معانا وبيشجعنا ان احنا نكمل، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتعالوا نشوف هنعمل فطير الملاك ده ازاي. اول حاجه بجيب كوبايه كبيره وبحط فيها معلقه خميره فوريه كبيره ومعلقتين سكر كبار، وبنزل عليهم بميه دافيه. بملى 3/4 الكوبايه، بسيب ربع فاضي كده عشان تفاعل الخميره لما الخميره تشتغل، وبقلبهم كويس لحد ما السكر يدوب واركنهم على جنب. وبعدين بجيب نص كيلو دقيق انا نخلاه، ده دقيق متعدد الاستخدامات. بضيف عليه 3 معالق سمسم كبار عشان انا بحب السمسم. ممكن تضيفي جوز هند، ممكن تضيفي زبيب براحتك، ورشه ملح، ومعلقه بيكنج باودر عشان بتعمل هشاشه للعجين، و3 معالق سكر كبار. وبقلب المواد الجافه كلها، وبضيف رشه فانيليا عشان خاطر تخلي المخبوزات ريحتها حلوه. وبعدين بجيب كوبايه الا ربع زيت. دي مكوناته النص كيلو، انت ممكن تضاعفي الكميه لو عايزه تعملي اكتر. وبدخل الزيت في الدقيق وبغلف الدقيق كله بالزيت كويس، وبفضل ابس فيه كده حوالي دقيقتين 3 اهو زي ما انتوا شايفين، لحد ما يبقى زي رملة البحر كده. واول ما تمسكيه يتماسك كده مع بعضه، بس اول ما بيتفك بيبقى عامل زي رملة البحر بس كده. وبعدين بجيب الخميره اتفعلت اهو زي ما انتوا شايفين، يعني معنى كده ان الخميره كويسه. وبضيفها كوبايه الا ربع ميه دول، بدخلهم في العجين واشوف العجينه قدامي. بدخل الميه اللي فيها خميره كده في العجين، لو لقيتها ناشفه ومحتاجه ميه كده، هي محتاجه ميه، حطيت ربع كوبايه تاني. وبشوف لو محتاجه ميه تاني هحط بالربع كوبايه كده. انا كده مش محتاجه ميه تاني وعجينه ملزقه اهو، هي كده خلاص. هعجنها شويه وهتتلم معايا وتبقى زي الفل وهتشوفوا قدامكم. اهي عجينه ملزقه، برش الرخامه رشه دقيق كويسه، وبفضل اعجن فيها حوالي 10 دقايق كده. هتتلم معايا زي ما انتوا شايفين، اخدت الدقيق اللي على الرخامه وطلعت من ايدي، هي مش ملزقه ولا حاجه، وبقت عجينه ناعمه. ما كملتش 10 دقايق فيها واتلمت زي ما انتوا شايفين. وكل ما تعجني فيها هي العجينه بتنعم وكمان بيبقى فيها عرق. بجيب بقى الطبق اللي انا كنت عاجنه فيه، بحط فيه دهنه زيت، وبخلي العجينه يبقى فيها من تحت ومن فوق كده زيت، وبغطيها وبحطها في مكان دافي عشان العجينه تخمر لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. بعد ما بيعدي الوقت بتجيبي الصاجان او الصواني اللي انت هتعملي فيها وتدهنيها دهنه زيت بسيطه. وهي العجينه كده عدى عليها ساعه الا ربع، ممكن انت تسيبيها اكتر لو لسه ما خمرتش معاكي، لان هي بتبقى بطيئه في الخمر عشان الزيت اللي فيها بس كده. وبعدين اهو بصوا العجينه بقى فيها عرق ازاي اهو، زي انا بوريها لكم. باخد بقى بالحته على قد ما تحبي القطعه معاكي، ممكن تكبري عن كده تصغري عن كده، تاخدي الحته على قدها بتدوريها في ايدك، وبعدين بتدبدبيها وخلاص وتحطيها في الصاجان. هعمل واحده تاني معاكم اهو، بتاخديها كده، بتقطعيها وتاخديها كده، وبعدين بتلميها كده على بعضها، وبتدوريها في ايدك وتدبدبيها وتحطيها في الصاج او الصواني اللي انت دهنها دهنه زيت بسيطه. وخلاص على كده. بعمل بقى الكميه كلها، وبعدين بغطيها بسيبها 10 دقايق قبل ما تدخل الفرن. وباقي الكميه بعملها في صينيه، يعني نص كيلو عمل لي الصاج والصينيه دي. وبغطيها برضو، وسخنت الفرن وحطيت الصاج فيه، وبعدين سبته ربع ساعه. بعد ربع ساعه بشوفه اول ما يحمر معايا من تحت، بولع عليه الشوايه ياخد اللون الحلو ده. واول ما بيطلع من الفرن بغطيه 5 دقايق كده. وكده اهو بعد 5 دقايق لما غطيته شايفين مستوي كله. هو انا بوريكم الاول الصاج ونص الصاج، وهوريكم اخر الصاج ان التسويه كلها واحده. شايفين طري معايا ازاي؟ طري وفي نفس الوقت مبسوس، يعني طعمه جميل جدا تحفه ما بين الطري وما بين المبسوس. شوفوا انا هقطعه قدامكم اهو. انت بتولعي الفرن من قبلها وبتحطيه، وبعد ربع ساعه بتتابعيه، بترفعي كده. ممكن لو مش باين قدامك مثلا الحروف ان هي احمرت، ترفعي كده بمعلقه او بحاجه تشوفي التسويه بتاعته من تحت. لو احمر بتطفي وتولعي الشوايه، او حسب الفرن بتاعك، ممكن الفرن بتاعك يحمره من فوق ومن تحت مع بعضه. تحفه جدا زي ما انتم شايفين، وسهل جدا، ومكونات سهله وكلها موجوده في البيت في اي بيت. يا رب يكون عجبكم. تجيبيه بقى مع كوبايه شاي، طعمه جميل جدا. واللي عايز بقى يضاعف الكميه عشان ده بيتوزع على الحبايب والقرايب. انا عارفه ان كده نفسك هتتفتح وهتقومي تجربيه على طول. وكل سنه وانتم طيبين، ويا ريت اللي يعجبه يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.